تألق النجمة التركية باللباس الشاوي في عنابة، وكمان النجمة السورية ديما بالقفطان الجزائري وخيط الروح. تعالوا مع حضراتكم نكمل باقي التفاصيل، بس في الأول كده لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تألق النجمة السورية ديما والنجمة التركية وهما في مهرجان عنابة في الجزائر، وبيتألقوا باللباس التقليدي الجزائري، اللباس الشاوي، وكمان وكمان يعني الخيط الروح الجميل جدا جدا جدا. حضراتكم عارفين ان من اجمل اللباس بيبقى اللباس الجزائري التقليدي، واللباس الشاوي بيبقوا بصراحة بيهبلوا، ومن تقدم لتقدم ليهم ان شاء الله. وطبعا ده كله يعني لأهل الجزائر، وحفاظا على سمعتهم وعاداتهم وتقاليدهم اللي من قديم الأزل. ودايما هم بيدعموا تقاليدهم وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم عشان خاطر يعني هم دايما محبين للباس وعاداتهم، وعشان خاطر ينتشر أوسع وأوسع وأوسع. وكمان حضراتكم تحس ان اللباس كده يعني من اللي هو عصر الملكات، عصر الملوك والفراعنة. يعني بصراحة بيبقى لباس جميل جدا 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 زي ما حضراتكم كده بتشوفوه هم لابسين. حتى المصريين كمان لما بيروحوا الجزائر بينبهروا جدا جدا باللباس التقليدي الجزائري، بيبقى جميل جدا جدا. وتعالوا نشوف مع بعض قالت ايه الفنانة التركية وكمان الفنانة السورية. قالت اللباس التقليدي بيبقى ليه طعم جزائري خاص جدا جدا، وكمان خيط الروح. قالت ان هي بتحبه جدا جدا وبيبقى كتير عليها حلو، وان هي بتكون بعنابة بتبقى سعيدة جدا، والمهرجان كان راقي جدا، وان هي كانت مبسوطة جدا بالجمهور، وكانت فرحانة بيهم جدا جدا، وهم قد ايه حبوا عليها اللباس التقليدي واللباس الشاوي. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.